مرحبا يا جماعة. النهاردة أنا عايزة أقول لكم أنا اتعلمت إزاي الرسم، أو معنى أصح أنا بحب أسميه مشروع ال15 دقيقة في اليوم لتعليم أي حاجة في الدنيا. أنا هاخد الرسم لأن هو ده أكتر حاجة أنا اشتغلت عليها وقت كتير عشان أتعلمها. 15 دقيقة في اليوم كانوا كفاية جدا إن أنا أتعلم الرسم، وما كنتش محتاجة أكتر من قلم جاف. ده قلم فرنساوي من العادي خالص، تمنه دلوقتي يمكن 3 جنيه ونص ولا 5 جنيه، وأي سكتش أو أي ورق في الدنيا، وقهوتي. دي اللي علمتني الرسم. 15 دقيقة في اليوم برسم فيها الحاجة اللي قدامي. فنجان القهوة بتاعي، ممكن احط هدومي وارسمها، ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا، احط اي حاجة في الدنيا وارسمها. طيب ازاي ده بيحصل؟ اول مرة رسمت فنجان قهوتي رسمته كده. مجرد ان انا بس اخدت بالي من اني اظبط الابعاد بتاعه الطول والعرض والنسب بتاعتهم، وبس في ال2 دي او في ثنائي البتاع، وبالقلم الجاف، عشان القلم الجاف هيخليني في حدود ال 15 دقيقة بالكتير، من 10 ل 15 دقيقة في اليوم اقدر اعمل ده. تاني مرة بدأت اقول طب انا شايفة من فوق حاجة كده بيضاء، ومن تحت عملتها نفس الخط اللي عملته، وبرضه احترمت النسب. كل مرة كنت بكتب جنبها ان ده مثلا انا ايه الفرق ما بين اللي انا رسمته واللي انا شايفاه. ففي الاولانية انا شايفاه دايرة فوق، في التانية انا هنا عاملة خط، لكن هو في الواقع انا شايف الحتة دي برضو دائرية. وهكذا كنت برسم واكتب كل يوم جنب الرسمة بتاعتي ايه الفرق. وبالقلم الجاف، علشان لو بالقلم الرصاص مش هناخد 10 دقايق او 15 دقيقة، هناخد ازيد من كده، عشان هنفضل نمسح ونحاول نعدل ونحاول نعدل، وده مش المطلوب. دي حاجة. بس اهم حاجة اتعلمتها في مشوار تعليم الرسم ده ان احنا لازم نتعامل معاه من منطلق انه حاجة بتريحنا، هي هواية ما فيهاش صح وغلط، فيها اللي انا شايفاه وازاي اعبر عنه. مش مهم مين هيقول ايه، مفيش ميس مستنياني وهتديني درجات، مفيش اوائل فصل، لان محدش هيشوف بعينيا. فاقبل نفسي. وعشان كده انا فكرت ان احنا نعمل حاجة لمدة 7 ايام. ودي كانت المرحلة التانية اللي انا دخلت فيها في موضوع الرسم ده، ان كان في حاجات بتبقى زي مسابقة زي انك اكتوبر، مش جوليو سامثينج، يعني شهر الالوان الميه كده يعني. فانا كنت بدخل في المسابقات دي، مسابقات عالميه موجوده للي بيعرف انجليزي، وببدا ان انا ارسم فيها. ففي شهر اكتوبر دايما بيقولوا ان احنا نرسم بالحبر، الحبر اللي هو اي جراف، اي لم حبر، لم تحديد، المهم ان انت هترسم بالحبر على طول. فانا قلت قبل ما يبدا شهر اكتوبر ليه ما نبداش للي عمره في حياته ما رسم من اول وجديد، وباقل امكانيات، اي ورقه عندك واي قلم جاف زي القلم الفرنساوي اللي في ايدي ده، وتعالى نبدا نرسم في الكام يوم اللي باقيين. النهارده 20 سبتمبر. في الكام يوم اللي باقيين نتمرن نرسم من اول حاجه. اول حاجه هنرسمها في يومنا، واول برومت الاول يوم، هو يا ترسم حاجه من فطارك، يا ترسم اي حاجه، كوبايه الشاي ولا كوبايه القهوه بتاعتك. ده اول حاجه. ونسيت اقول لكم كمان من ضمن الحاجات ان انا قعدت فتره مثلا احط لنفسي 10 ايام ما برسمش حاجه غير فنجان القهوه، وفعلا قعدت ارسم كتير. مره كده، مره احسنه شويه، مره ادخل في التفاصيل، وهكذا. واكتب ملاحظاتك كل يوم على جنب الرسمه.
ايه اللي انت شايفه، ايه اللي انت الفرق ما بين اللي انت عايز تعمله واللي انت قدرت تعمله. علشان نشجع بعض، اللي هنرسمه لكل حد برومت يعني حاجة نتفقوا هنرسموها. فهنقول بكرة يوم 21 هنرسم من الفطار بتاعنا، يا هنرسم الفطار بتاعنا كله، يا اما هنرسم الحاجة اللي بنشربها على الفطار، عصير، لبن، شاي، اي حاجة انت بتشربها في فطارك هنرسمها الصبح. وبعدين هنصور كل الكلام ده وهنعمله في الكوميونتي على القناة عندنا هنا. نرفع الصور في التعليقات على الفيديو، بحيث ان احنا كلنا نشجع بعض. مش الهدف المقارنة، وهعيدها تاني، المقارنة هتحملك حمل زيادة بدل ما يبقى الرسم شيء ممتع وشيء بيريح اعصابك، واحنا هدفنا نريح اعصابنا. بس نشجع بعض، اللي هو فكرة انت مش لوحدك. فهنعمل 10 ايام انت مش لوحدك، برنامج ال10 دقايق في اليوم لتعليم الرسم. لو حابين تشاركوا معايا تحت قولوا لي في الكومنتس. ايوه احنا جاهزين. وبكره ان شاء الله هحط فنجان القهوه بتاعي مرسوم على القناه للي حابب يرسم معايا. وافضل حاجه انك ترسم من حاجه انت حاططها قدامك شايفها بعينيك، لان محدش الرسم تدريب لعينيك قبل ايديك. اشوفكم بكره.